مساء الخير. طبعا كلنا شفنا الملحمة الجميلة بتاعة ليفربول و- ومانشستر يونايتد. طبعا مباراة يعني ولا أجمل ولا أمتع بجميع النواحي. آه، كل مدرب مهما كان كبير ومهما كان ليه اسمه ومهما كان خبرته ليه أخطاءه طبعا. أخطاء مجازفة، قراية للماتش، مع انه مدرب كبير جدا يورجن كلوب. طبعا ما نقدرش ان احنا نتكلم في دي ولا نقول اي حاجه، بس انا بوضح لكم ان كل مدرب ليه اخطائه. النهارده يورجن كلوب قرا الماتش ان خلاص هو مسيطر، مستحوذ. آه اليونايتد وقع بدنيا وفنيا ونفسيا بعد الاستحواذ الكامل لليفربول وهيمنته واضاعته للفرص. فبدأ يقرر ان خلاص الماتش خلاص حلو انه يخلص كده. الاول وانا بكمل لكم، طبعا عارفين تصويرنا كله شعبي، مفيش بقى اكسسوارات ولا مونتاج ولا الكلام ده كله، يعني صور في البيت عادي في اي مكان. كل سنه وانتم طيبين. عايزك وانت زي ما انا عامل كده وبحكي لك عن المباراه تشرب الشاي بتاعك زيي، تعمل لايك وشير وتشترك في القناه. هنكمل كلامنا ان يورجن كلوب خلاص بقى عنده الثقه وجات له الثقه ان المباراه خلاص مش هيجيب جوان تاني بعد السيطرة بتاعته بعد اللي ضيعه، وان اليونايتد خلاص بدأ يقع نفسيا. وفعلا ده لاحظناه في الملعب ان اللعيبة مش قادرة، عمال يضغط هنا وهنا هنا الراجل ومفيش. فبدأ انه يسحب العناصر المؤثرة بتاعته، وكان اهم عنصرين سحبهم روبرتسون وطبعا نجمنا الكبير محمد صلاح. يورجن كلوب شال الهم من على المدير الفني بتاع مانشستر يونايتد. خروج محمد صلاح يعني زي ما بيقولوا ايه، احيا النفس من جديد وادى دفعة قوية للعيبة اليونايتد. لا ده احنا ممكن نخطف التعادل وعندنا وقت اضافي ونقدر ان احنا ايه نكسب ليفربول. وفعلا ده اللي حصل بعد خروج محمد صلاح، بعد خروج روبرتسون وخاصة محمد صلاح. بدأت اللعيبة بتاعت اليونايتد تحس انها جات لها فوقة تاني. الضغط اللي كان عليهم والقلق والكلام ده خلاص كله راح بخروج محمد صلاح. عشان الناس في مصر تعرف قيمة محمد صلاح كويس حتى مع ليفربول. خرج محمد صلاح وليفربول متقدم 2-1، وكان بإمكانه يجيب التالت برضو بعد خروج صلاح. الآية اتقلبت نهائيا. قدر أنطونيو انه يخطف هدف التعادل لليونايتد في اخر المباراة. لعب وقت اضافي. ليفربول قدر انه يخطف الهدف الثالث، لكن اليونايتد برضه معلوش ضغط، معلوش قلق، مفيش صلاح، مفيش في اي لحظة ممكن صلاح يجيب جون او يوصل لعيب للجون. فقدر انه يتعادل وقدر انه يخطف جون المكسب ويخرج ليفربول من كاس الاتحاد. هي دي كرة القدم اللي احنا بنستفاده منها، متعتها. انت قاعد لاخر دقيقة مش عارف مين اللي هيكسب سواء من فرقتين. دي المتعة اللي احنا بنتعلمه دايما من كرة القدم، ان لا تأمن لكرة القدم الا مع صفارة النهاية. يورجن كلوب ارى ان خلاص الماتش هو ضمنه، خلاص هو مسيطر، هو مستحوذ، هو بيضيع. شاف ان لعيبة زي ما بنقول بالبلدي كده ان لعيبة اليونايتد رموا الفوطة خلاص، فسحب محمد صلاح. ودي كانت نقطة التحول في المباراة. هارد لك ليفربول، هارد لك ليورجن كلوب، هارد لك لعيبة ليفربول كلهم قدوا مباراة جميلة وممتعة ومحدش أثر فعلا. بس هي دي كرة القدم، انت بتلعب اليونايتد برضه في الانفيلد، دي مش مباراة سهلة أبدا أبدا أبدا. كل التوفيق لليفربول في القادم، كل التوفيق لنجمنا محمد صلاح. يورجن كلوب مهما الكبير كبر لازم بيفضل يتعلم، اتعلم من خطأ النهارده. صلاح ما يخرجش من الملعب مهما كانت النتيجة. صلاح لما يخرج من الملعب لازم انت تبقى متقدم بفرق 2 أو 3، لكن فرق هدف صلاح ما يخرجش. يورجن كلوب توفيق ليفربول. محمد صلاح، كابتن علاء موسى.